الحدوتة بتاعت النهاردة عن بنت جميلة وهادية وشاطرة وبتحب كل حاجة في البيت وبتحب اخواتها قوي. اول ما تقوم من النوم تفرش السرير بتاعها وتصبح على بابا وماما وتبتدي تعمل الفطار وتلبس هدومها عشان تروح المدرسة. الأمورة دي اسمها إيناس، بس ماما بتقولها يا بوسي يا بوسي يا بوسي، تعالي عايزاكي يلا. صباح الخير يا ماما يا حبيبتي، عاملة ايه النهاردة؟ انا كويسة يا حبيبتي. الله، اوضتك مترتبة حلوة قوي، الله، وكل حاجة في مكانها، مفيش حاجة فيها متلخبطة، وكمان ريحتها حلوة قوي. انت برافو عليكي، شطورة في كل حاجة. بس يلا بقى عشان نعمل الفطار. وراحت فعلا بص مع ماما يعملوا الفطار لكل العيلة. يا دودو يا دودو، ايه اللي انت عملته في الأوضة ده يا دودو؟ دي كل اللعب كده مرمية على الأرض، كل دي يا دودو، كل الحاجات دي لازم تتحط في مكانها. انت فين يا دودو؟ بتعمل ايه؟ انا هنا بلعب يا بوسي. الله، وبعدين ما تبقيش تقولي لي يا دودو تاني، انا كبرت وانتي مش قلتي انك انتي هتاخديني المدرسة؟ بصي يا دودو، السنة الجاية هتكبر وهتروح كي جي 1، وفعلا ساعتها هقدر اخدك معايا المدرسة. انا لسه هستنى السنة الجاية؟ ده كتير قوي، انا عايزة اروح المدرسة دلوقتي. ما تزعلش بقى يا دودو، خلاص شوية وهتيجي معانا المدرسة. طيب سيبيني العب دلوقتي. لا يا دودو، يلا بينا عشان تفطر، عشان انا هروح المدرسة دلوقتي. وبسرعة بسرعة بوسي الحلوة روقت الأوضة ونظفتها وخلتها حلوة جدا، وشالت كل اللعب وروقت السرير، وكمان طبقت اللحاف والبطانية، وبقت كل حاجة زي الفل. ايه ده يا بوسي؟ ده انت لحقتي تعملي كل ده انت خليتي الأوضة حلوة قوي. على فكرة انا كنت هعملها. ماشي يا دودو، المرة الجاية ابقى انت عاملها. ماما دخلت أوضة دودو، شافتها جميلة ومترتبة وكل اللعب في مكانها والمكتب مروق والسرير حلوة قوي والأوضة نظيفة جدا. فرحت ببوسي قوي وعرفت طبعا ان بوسي هي اللي عملت الأوضة. برافو عليكي يا بوسي، انتي جميلة قوي، عملتي كل ده وبسرعة دي. يا ماما انتي عارفة انا بحب اريحك قوي، انتي كل حاجة بتعمليها في البيت وبتبقي تعبانة قوي. يا مامي يا مامي، خلي بوسي تاخدني معاها المدرسة، أنا نفسي أروح معاها، نفسي يبقى عندي شنطة وعندي كتب وعندي أقلام كتير وعندي ألوان كتير قوي. أنا نفسي أروح المدرسة مع بوسي يا ماما، من فضلك سيبيني أروح. السنة الجاية إن شاء الله هتروح وهيبقى عندك كل الحاجات اللي أنت بتقول عليها دي، ومش هيبقى ناقصك أي حاجة، كل حاجة هتبقى في المدرسة حلوة. حتى كمان هناك في مراجيح وفيها ولاد حلوين تتصاحب عليهم وهتلعب معاهم وتقضي وقت جميل قوي. حبيبتي أنا ماشية، أنا خلاص رايحة علشان ميعاد المدرسة دلوقتي. أنا عملت سندوتشات وظبطت كل حاجة اقدر اعملها لك. انا عارفه انك بتتعبي قوي في البيت يا ماما كمان، وبتتعبي مع دودو، وبتتعبي ان انت بتعملي لنا كمان الغدا. انا يا حبيبتي لو انت عوزتي ان انا اعمل لك حاجه خليها لحد ما ارجع. يلا باي باي. وراحت بوسي على المدرسه. في المدرسه في وقت الفسحه لقيت بوسي واحد من اصحابها اللي في الفصل بتاعها مرضيش يروح يلعب مع اصحابه ولا كمان يطلع اكل ياكل. وهي كمان راحت سألته انت ليه يا رامي مش بتلعب معانا؟ انزلي انت العبي يلا، اللعب بيجدد النشاط وكمان بيخلينا نرجع يعني نبقى نذاكر احسن ونفهم اكتر. رامي تعالى العب معانا تحت، وبعدين فين السندوتشات بتاعتك؟ من ساعة ما ماما ماتت الله يرحمها بابا كل يوم هو اللي بيعمل لي سندوتشات، بس النهارده هو كان متأخر على شغله علشان كده ما عمليش سندوتشات. يا رامي انت لازم تساعد بابا وتعمل معاه السندوتشات. انا كل يوم بصحى الصبح اعمل سندوتشات ليا ولاخواتي علشان انا بريح ماما لان ماما بتتعب قوي. عندك حق،
انا لازم فعلا اساعد بابا علشان فعلا بابا هو كمان بيتعب قوي.